ثانويه عامه لوحدها انا زدت فيها 40 كيلو، وعلى ايامنا ثانويه عامه دي كانت جحيم. كنت بحكي لكم الحلقه اللي فاتت ان احنا على ايامنا ثانويه عامه كانت سنتين، فانت سنتين دول قاعدهم في البيت، ضغط، توتر، قاعد عمال تاكل، فصباح الفل زدت 40 كيلو. تقريبا مفيش حد عربي ما زادش في الفتره بتاع الثانويه العامه دي. انا حسن قعود اخصائي تغذيه وكوتش، خس 80 كيلو من غير ما يعمل عمليات، ودي سلسله فيديوهات الرحله اللي هعلمك ازاي تعمل فيها نظام غذائي لنفسك ونظام تدريبي وتخس بشكل طبيعي مهما كان وزنك. يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب لان دي حاجه مهمه قوي هتخليني اعرف اكمل السلسله دي. الحلقه الرابعه بعنوان احذر الثانويه العامه لانها فعلا بتدمر الصحه. بصوا انا هديكم مثال، انا تقريبا كنت باكل ايه في يومي، والله بدون مبالغه اللي انا هحكي لكم ده كان بيحصل. انا كنت بصحى من النوم اخد كوبايه لبن كامل الدسم عليها معلقتين عسل كبار معاهم قطعتين جاتوه. ده مش فطاري، ده كده اللي هو انا في ساعتها يعني الاستيعاب، يعني ان انا كده بقى ايه بفوق وبركز وان دي كده صحه بقى وان انا هاكل الكتب بقى. طبعا ده تخلف عقلي، بس ما حدش كان عارف يعني ساعتها، ما كنتش عارف ان ده هبل يعني. ده كده اللي هو قبل وجبه الفطار. بعد كده الفطار باخد بيض ومعاه جبنه ومعاه عيش ومعاه اي حاجه. انا بس عايز اقول لكم حاجه، ان انا هحكي لكم عن يوم عشان تفهموا الموضوع كان رايح لفين. انا كنت باخد دروس ثانويه عامه دي كنت باخدها مع اصحابي، فكان في درس العربي كنا بناخده مع مستر محسن سلطان. مستر محسن سلطان ده من اطيب الشخصيات يعني اللي الواحد قابلها في حياته. فكنا عاملين نهزر وبتاع، بيقول لي يا عم انت ما تعرفش تاكل، انت اكلتك ضعيفه مش عارف ايه، انت منظر على ما فيش وبتاع. فاليوم ده انا كنت متغدي قبل ما انزل يعني على طول، كنت واكل نص حله رز، نص فرخه والبطاطس اللي معاها كلها. وبعد كده قال لك طب احنا هنروح الشبراوي ناكل من هناك سندوتشات ونشوف مين هياكل سندوتشات اكتر. طبعا السندوتشات اللي احنا كنا بناكلها من الشبراوي كنا بنعمل اختراعات، ما كناش بناكل بقى اللي هي السندوتشات اللي هي فول وطعميه والبيزك والكلام ده، لا مش حاجات بيزكس. احنا كنا بناكل الصوابع كاتشب مايونيز لحمه مفرومه، الفول بالسجق، البيض اباتشي، مفيش حاجه بناكلها كده ايه، لا ديناميت، فول على بيض على طعميه على. المهم خلصنا الدرس وطلعنا على الشبراوي، والله بدون مبالغه ويشهد يعني اصحابي في اليوم ده، ويشهد مستر محسن سلطان ربنا يمسيه الخير، انا اكلت 12 سندوتش. 12 سندوتش من اللي انا بحكي لكم عليها دي، تمام؟ ف ده كان يوم عادي يعني، عادي ان انا رحت اكلت في الشبراوي الاكل ده. وهو ساعتها حتى المستر اتخض يعني، هو كان داخل معايا تحدي ان الواد ده ما بياكلش كتير، الواد ده بس منظر على يعني هو زياده في الوزن بس هو حقيقي ما بياكلش. هو اتخض، هو جه في النص كده يعني، انا عمال اكل سندوتش وهو ياكل سندوتش، انا اكل سندوتش وهو ياكل سندوتش. فجاه قال لي خلاص، كنت انا وصلت للسندوتش ال 12 وهو كان في السندوتش الخامس او السادس. ف خلاص الموضوع صعب جدا يعني، كنت باكل بكميات رهيبه 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 يعني. ايه الدرس المستفاد بقى من القصه اللي انا بحكيها لكم دي؟ مفيش حاجه اسمها انا حرقي ضعيف والكلام ده، انا كنت باكل وبدب. مفيش حاجه اسمها انا بشم الاكل واتخن، ما تضحكش على نفسك. انت بتاكل وبتاكل حاجات فيها سعرات عاليه جدا حتى لو انت مش واخد بالك. هحكي لكم على موقف تاني. كنت معزوم في رمضان وما كنتش رايح العزومه دي، وكان في 4 اشخاص رايحين العزومه، فانا قلت ان انا مش رايح، واخر لحظه هم غيروا رايهم وفي اخر لحظه انا غيرت رايي. الاكل كفه بالظبط يعني، الاكل كفه بالظبط. بعد ما 4 ما راحوش وانا رحت السفره كلها خلصت يعني، انا اكلت اكل بديل لل4 اللي ما جوش. فعشان بس تستوعبوا انا كنت باكل اكل كميته عامله ازاي، هديكم مثال. في نفس رمضان ده فتره الثانويه العامه كان في اكل في الفريزر مفترض ان احنا هنطلعه بانيه ومكرونه بشاميل ومش عارف ايه، هنفطر بيه تاني يوم يعني، هو كان محطوط متجمد وان احنا هنستخدمه كفطار ليا انا واختي ووالده الله يرحمه. انا بالليل جعت قبل السحور بنص ساعه، طلعت المكرونه كلها، طلعت البانيه كله، حمرت البانيه وكلت المكرونه كلها بتاعتنا احنا الثلاثه بتاعت تاني يوم، فطار تاني يوم. وصحي من النوم فاضل يعني خلاص بقى يعني قبل ما نفتح يضرب نص ساعه ساعه وربع كده، عايزين بقى يطلعوا، فجاه ملوش الاكل. فقلت لهم يا جماعه انا اتسحرت بالاكل ده امبارح، في حاجات لا يصدقها عقل يعني، اللي هي اكل فعلا مش طبيعي مش طبيعي. وزمان، ودي من الدروس اللي برضه لازم نتعلمها، ان الواحد زمان كان بياكل ما كانش بيحس يعني، وانت صغير ولسه في ال 15 و16 ولسه ما جبتش 20 سنه، مهم قوي النقطه اللي قولها دي. بتبقى فاكر ان هضمك ده طالما اليوم عدى ان هو جسمك مش هيحاسبك. لا انا بتحاسب دلوقتي على اللي كنت بعمله زمان. انا كنت الساعه 2 3 بالليل اكل مكرونه بشاميل واكل سجق وبتاع وانام وانا يعني اكل كده واخش انام، ولا كان في حاجه اسمها حموضه، ولا معدتي وجعاني، ولا قمت قولوني مضايقني، ولا الكلام الفارغ ده. انا بقى دلوقتي بتحاسب على الكلام ده يعني، انا دلوقتي لو ما اكلتش قبل ما اخش انام ب4 5 ساعات يجي لي حموضه.
فالارتجاع والقولون العصبي انت بتبقى فاكر ان انت عشان انت بصحتك وان انت جامد ان ده الطبيعي وان معدتك هتكمل معاك كده. لا، طول ما انت مش محافظ على معدتك من وانت صغير مش هتحافظ عليك قدام. وده على فكره في الصحه عامه، سجاير، سكر، كل الكلام ده لو انت فاكر عشان انت ما بتتحاسبش ساعتها، يعني انت صحيت من النوم ما اتحاسبتش ان انت مش هتتحاسب، يبقى انت غلطان. هتتحاسب يا معلم، هتتحاسب. انا في الثلاثينات دلوقتي بقول لك وانا بتحاسب وانا عارف، واصحابي بيتحاسبوا واللي اعرفهم بيتحاسبوا. فاوعى تفتكر ان انت عشان دايس في وقت ما، بغض النظر بقى عن التخن والرفع، ان انت دايس في الحاجات العادات اللي هي مش صحيه زي ما حكيت لكم، وان انت ما بتلعبش رياضه وي ان انت الحاجات دي طالما عدت في ساعتها ان هي تعدي قدام، مش هتعدي يا صاحبي، مش هتعدي. المهم انا خلصت تانية ثانوي وانا زايد 15 16 كيلو، تانية ثانوي لوحدها زايد 15 16 كيلو. انا فاكر ان انا ما جبتش مجموع عجبني في تانية ثانوي فاتضايقت قوي. انا فاكر اليوم ده بالذات، يوم ما اتضايقت انا اكلت 4 سندوتشات برجر بعد النتيجه. يعني انا عشان انا مكتئب، حته بقى الايموشنال ايتنج والكلام اللي الناس زمان بتتكلم فيه، ده حقيقي. انا لما جبت مجموع ما عجبنيش في ثانيه ثانوي، 4 سندوتشات كايزر كبار، 4 برجر، 4 جبنه شيدر، مش عارف ايه، معاهم بطاطس محمره، كلتهم كلهم عشان اتغلب على حته ان انا ما جبتش المجموع اللي انا كان نفسي فيه. المهم ساعتها بقى ايه، قعدت اقول ايه، طب ما انا اخس بقى في الاجازه اللي ما بين ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. ساعتها بقى اصحابك بيهبطوك، يا عم ده الاجازه كلها شهر ونص، يا عم انت عمال ما تيجي تعمل دايت هترجع تبوظه تاني، كبر دماغك بقى ونعمل ايه بعد ما نخلص ثانويه عامه كلها. عارفين عربيه الكبده؟ عربيه الكبده بيبقى العيش الفينو مرصوص فيها كده قدامك، وبيبتدي الراجل ياخد من العيش ده ويحط لك فيه الكبده والسجق. العيش كان بيخلص قدام عيني وانا شايفه، العيش بيخلص كده، يعني صفوف العيش عماله تخلص. الراجل كان بيخش يجيب عيش فينو من جوه، والله بدون مبالغه. دي كانت كميات الاكل اللي كنت باكلها في ثالثه ثانوي. انا عايز اقول لكم ان على ما اتذكر، مش فاكر الرقم بالظبط، بس تقريبا الرغيف العيش الفينو الكبده كان بحوالي نص جنيه. الكلام ده مش زمان قوي يعني، الكلام ده من 17 18 سنه، بس تقريبا كان نص جنيه. الارقام ممكن ما تبقاش اكيوريت قوي. انا كنت باكل مثلا ب 36 37 جنيه كبده، فاحسبوها بقى، شوفوا ده هيبقى كام سندوتش. ثالثه ثانوي دي اكتر سنه انا اكلت فيها في حياتي. يعني انا تقريبا لو طلعت اللي انا اكلته في ثالثه ثانوي ممكن يفك مثلا 4 سنين او 5 سنين من اللي انا باكلهم دلوقتي، بدون مبالغه. انا كنت باكل بالخمس والست مرات، وهي الحاجه الوحيده السهله اللي بالنسبه لي اللي بعرف اعملها، ان انا اكل، والحاجه الوحيده اللي بتديني احساس بالطمانينه، ودي الحاجه الوحيده اللي كانت بتطبطب عليا كده ساعه المذاكره، وبحس ان الدنيا تمام وان انا يعني باخد فيها نفسي كده. وايام ما كنت بقى متوتر الساعه 2 بالليل الساعه 3 بالليل انزل اكل، اطلب اكل، انا كده ايه باشا مصر. انا الغداء بتاعي كان عادي جدا جدا جدا، نبقى مكرونه بشاميل، ممكن اخلص صينيه مكرونه بشاميل واخد معاها 6 7 حتت بانيه مقليين كده، والله مش ببالغ، بس ده كان غدايا. واقعد بحط معاهم كاتشب ومايونيز ومش عارف ايه ومخلل وجبه يعني دسمه يعني. الغريبه بقى ان انا في ثالثه ثانوي كنت ايه، باخد دروس بالليل قوي. يعني انا في درس كنت باخده من الساعه 11 للساعه 1 بالليل، كان درس ماث، وكان معايا فيه واحد صاحبي اسمه حسني، وكنا بقى فاقدين قوي، يعني اللي هو مش فاقدين ان احنا نعمل حاجه غلط، بس فاقدين اللي هو بنسهر بقى جدا. يعني مثلا نخلص درس الساعه 1 عادي جدا 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 ان احنا نروح نخش سينما من 1 ل 3، بجد مش هزار، ونخلص نروح نتعشى. عمرنا ما خلصنا الدرس لازم قبليها او بعديها بناكل، او قبليها وبعديها بناكل. يعني قبليها مثلا بناخد اللي هو بقى عارفين الحاجات اللي هي الفخفخينه والايس كريم على مش عارف ايه، ناخدها قبل الدرس، وبعد الدرس ناخد مثلا نتعشى عشوه جامده. هو كان اكيد برضه، بس طبعا مش زيي، وكان وزنه مش زي، طبعا مش زيي، بس كان الطبيعي ان احنا نخلص الدرس نروح ناكل. والسهر بقى يعني دخلت السينما تاكل شوكولاتات، تاكل مش عارف ايه، فاللي هو كان يعني اكستريم ليفل الاكل، والحياه كلها بتتمحور ناحيه خروجات اكل وحياه اكل، اي حاجه نعملها فيها اكل. اليوم كان طويل قوي زمان، يعني ما اعرفش، اكتبوا لي في الكومنتات يومكم كان طويل قوي كده. يعني ناخد درس، ممكن نروح نلعب بلاي ستيشن او بولينج او بتاع، ناكل. فاللي هو اليوم كان طويل، يعني مش عارف كنا بنجيب طول اليوم ده منين. فطول ما انا قاعد كنت باكل، نخش سينما هاكل، نلعب بلاي ستيشن في حاجه بدانا فيها، كده انا هاكل، هشرب عصير ميكس وشوكولاته مش عارف ايه، اليوم كله اكل. وروح البيت اكل، يعني ورديات اكل. فانا فاكر حتى كان قبل امتحان من الامتحانات
كان في مساله مش عارفين نحلها، كنت انا وعبد الرازق وحسني كنا في دول 2 صحابي، كنا عاملين زي خالد ورشاد وبدوي، كنا نتحرك مع بعض ومعظم الدروس مع بعض. ففي مساله مش عارفين نحلها، كانت داينامكس باين ولا ستاتكس ولا ايه مش فاكر. قعدنا نتكلم بعد فيديو كول وكان هبل يعني، كان لا يعني كان قبل كل امتحان فيه 3 ايام او 4. فانا فاكر ان هم جولي ما عرفوش نحل المساله في الاخر، فروحنا محل مشهور قوي بتاع فول وطعميه، اجمل محل فول وطعميه اصلا اكلت فيه في حياتي، اسمه الجمهوريه. طلبنا اكل، فانا عمال اطلب لدرجه ان الراجل اتخض، قال لي يا شباب هو في حد جاي معاكم؟ يعني الراجل نفسه المفروض ما يقولناش حاجه زي كده، وده في الاول وفي الاخر في مصلحته، بس من كتر ما طلبنا سندوتشات، وانا بالذات من كتر ما طلبت سندوتشات، الراجل قال لنا هو في حد جاي؟ فانا قلت له في حد جاي. ما هنعمل ايه؟ ما هو الموضوع كان يعني مش طبيعي، سندوتشات بارقام خياليه لثلاث اشخاص، يعني اكل يكفي 7 8 طلبوه 3 مثلا، والله اكتر. فوصلت ان انا بقيت 174 كيلو، رقم مش طبيعي. يعني 174 كيلو وانا عندي 17 18 سنه، يعني اعتقد ان انا كنت كملت بالريت ده كان زماني مثلا وصلت ل 300 كيلو 350 كيلو في 5 6 سنين اللي بعديهم. في الفيديو الجاي هحكي لكم عن اهم يوم في حياتي، اليوم اللي خدت فيه القرار ان انا لازم اخس، وايه اللي حصل في اليوم ده بالظبط. اليوم كله كان رايح في اتجاه كده ان هو زي ما يكون بيزقني، ربنا بيزقني ان انا لازم اخس. اليوم كله كان ملخبط، ووصلنا لفقره الكوت، والكوت بيقول ان الحياه الصحيه هي الحياه الوسطيه، فخليك دايما وسطي. سلام، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.